بصوا ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين وبصحه وسلامه، وينعاد عليكم بالخير والبركات. طبعا النهارده وقفه عرفات وبكره عيد الاضحى المبارك. كل سنه وانتم طيبين والامه الاسلاميه بالخير والبركات يا رب. النهارده هنعمل معاكم بقى احلى طبق فته نفطر بيه ساعه الفطور، كلنا طبعا صايمين. فجبت اللحمه بتاعتي اهي زي ما انتم شايفين، زي الفل زي الفل. قطعتها وحطيتها على النار كده، ايه، هتتشوح كده تشويحه حلوه كده. هحط عليها آه ورق لوري ولومي وحبه زعتر كده صغيرين وقرفه وحته سمنه فلاحي كده حلوه جميله من ايدكم. معلقه سمنه كده حلوه وتتشوح ونرجع لكم تاني. نقلبها كده تقليبه حلوه كده. خلاص كده اتشوحت اهي كده مع بعضها. هجيب بقى ايه، مسخنه انا ميه سخنه في الكتل، هجيبها بقى وهنزل عليها. هنزل بقى بالميه السخنه زي ما انتم شايفين كده. حطينا بقى ايه الميه السخنه عليها، وهنزل بقى ايه ببصل مقطعه زي ما انتم شايفينه كده. وايه تاني، وهنزل بقى بشويه فلفل اسمر كده حلوين. وبعد كده هغطي ايه عليها ونرجع لكم بعد ما تستوي شويه، لان ديت حله الضغط هتسويها بسرعه يعني، مش هتاخد وقت. وهعمل جنبها بقى ايه, شويه رز ابيض كده للفته. طبعا انا طلعت الحله اهي وحطيت فيها السمنه، هغسل الرز بقى وارجع لكم تاني. غسلت الرز بقى بتاعنا، وهنزل بقى ايه على السمنه كده. هقلب بقى كده حلو كده. يلا تقليبه جميله كده. هجيبي بقى الملح بتاعنا وكده بقى. نزلنا بالميه بتاعتنا وحطينا الملح بتاعنا في الرز. هنسيبه بقى ايه يستوي ونرجع لكم تاني. بصوا اللحمه اهي في الحله زي ما انتم شايفين، شويه كده وهتلاقوها استوت على طول. كده الرز بتاعنا اتشرب زي ما انتم شايفين اهوت. هبتدي بقى ايه اعمل ايه، اوطي عليه. بصوا مفلفل ازاي، بصوا زي الفل زي الفل. هنغطي عليه بقى ونوطي خالص. ونعمل ايه بقى تاني، اسكت على كده؟ لا طبعا. رحت جايه بقى مقطعه بصلايه كده زي ما انتم شايفين، وهعصر بقى ايه لحمه مفرومه، واعمل بقى ايه، اعمل صينيه رقاق يستاهل بقكم كده. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. نزلت بقى باللحمه بتاعتنا زي ما انتم شايفين، وطماطمايه وقرن فلفل حلو كده. وهبتدي بقى ايه اقلب كل الحاجات دي كده مع بعضيها. اللحمه جامده عشان كانت في الفريزر اهي، فكت اهيت. هنزل بقى بالبهارات بتاعتنا، اي بهارات بقى انتي بتحبي تحطيها. انا عندي فلفل اسمر وملح وكمون وشطه وبهارات عندي بهارات لحمه، رحت حاطه بقى كله على بعضه. انتي بقى ايه
تحطي اي بهارات بتبقى موجوده عندك تحطيها، معلقه بابريكا كده لو عايزه على حسب ما تعوزي بقى. واقلب بقى يا معلم كل التسبيكه دي كلها، التعصيجايه دي كلها، وهنسيبها شويه بقى على النار عبال ما نروح نحضر بقى صينيه وندهنها بالسمنه ونشوف هنعمل ايه. كده اللحمه بتاعتنا اتعصجت اهي زي ما انتم شايفين. دلوقتي بقى ايه، محضره صينيه. يلا بينا نشوف الاول انا هحضر ايه. صينيه اهي حطيت فيها معلقه سمنه ورحت جايه بصوا دهناها زي ما انتم شايفين. وادي الرقاق معانا وادي الشوربه. هنزل بقى الرقاق دوت في الشوربه وارجع احطه في الصينيه. بس انا عشان بصور بايدي بقى هوريكم بعد ما اعمله. كده حطينا بقى نص الرقاق زي ما انتم شايفين اهوت. دلوقتي بقى ايه، هنزل باللحمه بتاعتنا كده هفردها بقى كده وانزل بالنص التاني بتاع الرقاق فوق اللحم. كده فردت اللحمه بتاعتنا على الرقاق اهي زي ما انتم شايفين. هنزل بقى بالنص التاني الرقاق فوق اللحمه، ونزلت بقى بالنص التاني بتاع الرقاق ورحت جايه حاطه على الوش شويه جبنه كده موتزاريلا كانوا عندي في التلاجة. وهاخد بقى الصينيه الحلوه ديت وانزل بيها في الفرن. يلا بينا نحطها في الفرن. واللحمه بتاعتنا استوت اهيت زي الفل زي الفل. ورحت جايه بقى شايلاها من الحله بتاعه الضغط وحطيتها في حله تانية. وادي الرز بتاعنا استوى والرقاق بتاعنا في الفرن. واول ما الحاجه تستوي خالص كلها هوريها لكم. يا رب يكون الاكل سهل وكل سنه وانتم طيبين. بعد كده بقى حله كده صغيره على النار وفصين توم حلوين كده وهنحمرهم كده. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل بقى الصلصه بتاعت الفته. اول ما التومه بقى بتاعتنا كده اخدت اللون الذهبي الحلو بتاعها، رحت جايه نازله بقى بمعلقه خل حلو كده، ورحت نازله بالصلصه وشويه ملح وشويه فلفل اسمر حلوين كده. واول ما تغلي بقى معانا كده وتتسبك تسبيكه حلوه اجي جايه طافيه عليها. وكده ابقى خلصنا الاكل بتاعنا النهارده. ونرجع لكم بقى واحنا ساعه ما المدفع ما يضرب المغرب يدن ونوريكم ايه احلى طبق فته من ايد ايموني. وده كان فطارنا النهارده او في يوم عرفه. كل سنه وانتم طيبين، وبكره عيد الاضحى المبارك. كل سنه وانتم طيبين والامه الاسلاميه بخير يا رب وبركات، يتعاد عليكم بالخير والبركات يا رب. يكون الفيديو بتاعي عجبكم. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير وسبسكرايب، واللي ما شافش قناتي واول مره يشوفها يفعل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معاكم منوعات مطبخ ايموني.